اهلا بكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. ايه رأيكم في وصفة النهاردة؟ بتتكلم عن نفسها. حواوشي بيتي تحفة. انا طبعا هنا بقطع عشان اوريكم رغيف الحواوشي من جوه. هو سخن جدا لاني لسه طالع من الفرن، مش مستحملة السخونية بتاعته بجد. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ بصوا، محشي لحمة مناسبة، وكفاية ان انت عاملاه في البيت ومضمون. يلا بقى كده دوق. طبعا انا مش عايزه، بس بدوق كده عشان اقول لكم ايه الطعم حلو ولا لا. وايه دي كمان؟ سلطه المحلات بتاعه الكباب والكفته، والسندوتش ما شاء الله جميل بتاع الحواوشي، والطحينه كمان مدياله طعم. بصوا، اكله كده زي الجاهزه بالظبط. انا هنا معايا فلفل رومي، ومعايا كمان كده قرنين 3 حامي، ومعايا كمان كيلو الا ربع بصل متقشر، ومعايا كيلو من اللحمه المفرومه، ويكون فيها طبعا نسبة دهن 20%. وساعات كمان وانا بفرمها يا جماعة بخلي الجزار يحط لي حتة ليا. انا هنا مقطعة الفلفل، وهبتدي بقى افرمه كده مع البصل. هنفرمه ناعم في الكبة. بصوا يا حبايبي، اتفرم معانا هو ناعم وزي الفل. شايفين؟ انا مش عايزه افرمه اخليه ميه، يعني برضو يبقى إيه متقطع حتت صغننه كده. انا هنا خلصت كميه البصل، ونزلت بيها على اللحمه. معايا بقى جوز الطيب، هبشر كده بشره حلوه محترمه، يعني حوالي مثلا ربع معلقه كده صغيره. جوز الطيب بتديله ريحه جميله جدا. وهنزل كمان بمعلقتين حلوين كده من شوربه اللحمه، زي الماجي، زي مكعبات الماجي بس دي بودر. ممكن تحطي مكعبين ماجي لحمه. ونزلت كمان بشويه شطه حلوين كده، والملح طبعا حسب الرغبه، بس حاولي ما تملحهوش قوي عشان طعمه يبقى حلو. ونزلت كمان بفلفل معلقتين حلوين. هقلب بقى الخلطه دي كلها كده في بعض، اللحمه المفرومه بالبصل بتاعنا بالفلفل اللي احنا فرمناه في الكبه بالتوابل الحلوه دي. الريحه جميله جدا. انا هنا طبعا وانا بحط التوابل زودت شويه شطه، ودي اختياري، عايزاه سبايسي هكتري الشطه او قرن فلفل. انا هنا اهو خلطتها كلها مع بعضيها. دلوقتي بقى هجيب العيش. انا بجيب العيش يا جماعه من الفرنه، بطلبه منه نص سوا. هنا هفتح رغيف العيش بمقص بسكينه، اي حاجه متوفره معاكي. وايه دي رغيف العيش اهو اتفتح بكل سهوله. انا هنا فتحت كميه العيش كلها. هبتدي بقى احشي كده رغيف الحواوشي. ناخد كده حته لحمه كده حلوه محترمه، وفي قلب الرغيف كده بالراحه وهفرده. نحاول نفرد اللحمه في العيش كده من الجناب زي ما احنا شايفين. وادي النتيجه يا حبايبي، رغيف الحواوشي زي الفل، وصدقوني ريحته تحفه. ولا تجيبيه من بره، ولا يتقال ان هو بيتعمل بكراتين، ولا يتقال ان هو معرفش بيتحط فيه ايه. حاجه كده مضمونه يا جماعه لولادنا ولينا. ولو حسبناها فعلا رغيف حواوشي ايه ده اللي ب5 وب10 جنيه، انت لو عملتيه في البيت وحسبتيها هتلاقي الرغيف معدي ال10 وال15 جنيه. إيه زي ما احنا شايفين كده، الرغيف محشي ومحطوط له كمية لحمة حلوة. انا هنا هخلص الكمية بقى ايه كلها بنفس الطريقة.
على فكرة يا جماعة احنا ممكن برضو نستعمل نص كمية اللحمة دي. انا هنا الرغيف ده عملته وحطيت له جبنة ميكس. حطيت الجبنة الاول من تحت عشان الرغيف من تحت بيبقى اتقل شوية من الوش، وبعد كده حطيت اللحمة. ليه انا عملت كده؟ علشان هو بيستوي لما بتيجي تقلبيه يستوي على الوش الجبنة بتسيح وبتلزق في الصاج وبيتبهدل الرغيف معاكي. وادي كمية كيلو اللحمة عمل لنا الرغيفة دي كلها زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. هنا بقى انا في تكة بحب اعملها كده، ما بحبش ايه ان انا يعني احطها وانا بفرم اللحمة. اغلبية الوقت بحب التكة دي احسن، بتديني طعم وريحة حلوة. ليا مقطعاها طرنشات، طبعا حطاها في الفريزر جمدت شوية عشان اعرف اقطعها طرنشات كده. وباجي كده على الرغيف من على الوش وبروح حاطه ايه حلقة حلقة كده. دلوقتي انا مولعة الفرن على درجة حرارة 200، ودخلت زي ما احنا شايفين كده الحواوشي على الصاج. طبعا دهناه الوش زيت، والصاج كبه فيه شويه زيت كده وموزعاهم. بصوا يا جماعه الجمال والحلاوه، وريحه الليه خطيره، وريحه التتبيله صدقوني يا جماعه يعني مش ببالغ. جربوا الطريقه بتاعتي دي واحكموا بنفسكم. انا هنا خلصت الكميه بتاعتي، طبعا دي مش الكميه كلها، انا لسه الفرن شغال. وادي بقى احلى سلطه اللي هي بتاعت الكبابجي وبتاعت المحلات الكبيره، وكمان سلطه الطحينه. سلطه الطحينه دي بالطحينه الاصلي بقى، ولا عيش مبلول ولا الكلام الفاضي ده يا جماعه. وادي الحواوشي هنزينه كده بشويه بقدونس مفرومين، وكمان هنحط له كده ايه قرن فلفل وعود شبت. واتمنى الوصفه دي تكون عجبتكم، وعايزه بقى تشجيعكم ولايكاتكم علشان الوصفه الجميله دي اللي تتاكل اكل. اتمنى تجربوا الوصفه وتكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم، واشوفكم على الف خير.